بغيت نوجه واحد الرساله للرجال ونساء الامن. قبل كل شيء حنا عارفين ان خدمتكم صعيبه وفيها الضغط وستريس، ولكن ديك البدله اللي لابسينها امانه ومسؤوليه كبيره، ماشي باش تخلعوا بياخذكم ولكن باش تحميوهم. الواجب ديالكم هو خدمه الوطن والمواطن، ماشي تفريغ العقد النفسيه في الشارع. انا متاكد ان الاغلبيه فيكم ناس مزيانين ولاد الناس وعندكم ضمير مهني، ولكن داك الشيء اللي شفناه بعض فيديوهات كيحس بالخطر وكيضربها الثقه اللي خصها تكون. ملي كنشوفوا رجل الامن كيعاير مواطنه بكلام ساقط، او كيجر راجل كبير بحال باه من قميصو، او كيتعامل بعنف مبالغ فيه مع الشباب خارجين يطالبوا بمستقبل افضل، كنتسائلوا واش هذه هي العقيده اللي تربيتوا عليها في معاهد ديال الشرطه؟ خاصكم تعرفوا ان هذوك الناس اللي في الشارع راه كيطلبوا بحقوق اللي حتى نتوما محتاجينها، كيطالبوا بالصحه مزيانه فين تداواو نتوما وعائلتكم، حيت حتى الام ديالك الا مرضات غتمشي لنفس السبيطار العمومي. كيطالبوا بالتعليم جيد لوليداتكم، حيت حتى انت ولدك بغيتي يقرا في مدرسه فيها الظروف مزيانه. كيطالبوا بكرامه اللي تستاهلوها كاملين، حيت حتى انت كتبغي تمشي تقضي غرضك في شي اداره ويعاملوك باحترام. راه حتى نتوما من هذا الشعب كتعانيوا من غلاء المعيشه ومن مشاكل اللي كيعاني منها كلشي. داك المواطن اللي قدامك راه ماشي عدوك، راه خوك ولد حومتك كيطالب بحقه وحقك معاه. منين جا هذا الحقد كامل؟ وعلاش كتحول القوه اللي عطاها لك القانون باش تحمي به الناس للسلاح باش تقمعهم به؟ تذكروا دائما ان ديك البدله واحد النهار غتحيدها وغترجع مواطن عادي بحالك بحالنا، وغادي تبغي تعيش في بلاد فيها الكرامه والاحترام. هاد التصرفات المعزوله اللي للاسف كتكون قدام الكاميرات والصحافه العالميه كتعطي واحد الصوره خايبه على بلادنا، الصوره ديال القمع والديكتاتوريه. وحنا كجيل جديد سنين وحنا كنخدموا باش نبنيو صوره اخرى على المغرب، الصوره ديال بلاد منفتح، بلاد فيه حريه التعبير، بلاد كيحترم حقوق الانسان، بلاد الكرامه. هادشي كامل اللي كيتبنى في العالم كيقدر يتهدف تصرف واحد غير مسؤول. كنوليو ماده دسمه للاعلام المعادي اللي كيقلب غير على منين يدوز باش يضرب في المغرب. كنرجعوا للور بسنوات ضوئيه. واش هادشي اللي بغينا لبلادنا؟ في الاخير الحل ماشي هو نسكتوا على حقنا، حيت الساكت على الحق شيطان اخرس، ولكن في نفس الوقت ماشي هو نخربوا بلادنا بيدينا. الاحتجاج حق مشروع ومكفول، ولكن خصو يكون سلمي وحضاري ومنظم. خصنا نكونوا حنا الطرف الواعي في المعادله وما نطيحوش في الفخ ديال الاستفزاز ديال الشغب. الا خرجنا نطلبوا بحقوقنا نحافظوا على الممتلكات العامه والخاصه، حيت هذيك ممتلكتنا كاملين، فلوسنا وفلوس الشعب. والمسؤوليه الكبيره كتبقى على الحكومه اللي خصها تسمع لصوت الشعب وتفتح باب الحوار الحقيقي، ماشي حوار ديال الواجهه. الحكومه اللي ما كتسمعش لشعبها راه كتحفر القبار بيديها. وحتى قوه الامن اللي خصها تتعامل باحترام وانسانيه مع المواطنين وتكون في خدمه حمايتهم ماشي قمعهم. واي واحد تجاوز الحدود ديالو، سواء من المتظاهرين اللي كيهرسوا ويخربوا او من رجال الامن اللي كيستعملوا العنف الغير مبرر، خصو يتحاسب بالقانون، حيت القانون فوق الجميع، حيت الوطن ديالنا كاملين والقوه ديالو في التلاحم ديالنا ماشي في التفريقه. حنا شعب واحد تحت رايه وحده، وشعارنا دائم هو الله الوطن الملك. ولكن هذا الشعار كيكتمل ملي كتكون كرامه المواطن محفوظه. كرامه المواطن من كرامه الوطن. عندنا ثقه كبيره الحمد لله في جلاله الملك اللي دائما كيكون هو الضامن لاستقرار هذه البلاد، وكنتمنوا ان صوتنا يوصل وان الامور ترجع كيف كانت. خلينا نكونوا واعيين ونخدموا بلادنا بالوعي ماشي بالفوضى، وبالحوار ماشي بالصدام. نحافظوا على بلادنا حيت ما عندناش بلاد اخرى من غيرها. السلام عليكم.